ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ تعالوا شوفوا النهاردة عملتلكوا ايه وابداعات ايه. كل سنة وانتوا طيبين. ربنا يعيدوا علينا وعليكم بخير، رمضان كريم. ويلا بينا اوريكم انا عملت الزبادي ازاي وبطريقة ايه. واحلى حاجة هتاكليها من ايدي هي طريقة عمل الزبادي. يلا بينا شوفي انا عملت الزبادي ازاي ومتماسكة، بدون مكنة، بدون مية سخنة، بدون اي حاجة خالص. عملت الزبادي وصنعتها في البيت بدون ماكينة وبدون اي حاجة. يلا بينا نشوف الطريقة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء. وحشتوني قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدوا علينا وعليكم بخير. يلا بينا نشوف طريقة الزبادي. معايا كيلو لبن، هاخده كده ادفيه على النار يا دوبك يبقى زي دمعة العين، يبقى دافي خفيف خالص. تحط فيه كده صبعك تحسي بالدفيان. هنا انا دفيت اللبن، ده كيلو لبن اهوت جاموسي. هحتاج علبة زبادي، هحتاج معلقة سكر. هي دي المكونات اللي انا هحتاجها عشان اصنع زبادي في البيت بدون مكنة، بدون اي حاجة، بدون دفاية بقى، بدون كرتونة وافضل الف واعمل، لا. هنا بقى معايا كيلو اللبن اللي دفيته بقى زي دمعة العين كده، هحط عليه معلقة سكر واحدة، عليها علبة الزبادي. علبة الزبادي دي هفضيها كده في كوباية أو في مج عشان هبتدي أقلبها. يبقى أنا محتاجة أول مرة أعمل زبادي محتاجة علبة زبادي من المحل عادي. أي طعم انت بقى بتحبيه، عايزة الزبادي بتاعتك بطعمها تجيبي الزبادي بالطعم اللي انت بتحبيه. خلاص يا حبايبي، متنسوش اللايك والكومنت الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل الوصفات اللي بقدمها. خلاص يا حبايبي، نصلي كده على النبي بقى عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف كده انا بعمل ايه. جبت علبة الزبادي وفضيتها كده في المج، وهبتدي انزل عليها باللبن الدافي. اللبن ده لازم تدفوه يا جماعة، ما يكونش مغلي. هو بيكون مغلي وبرد وهبتدي ادفيه تاني. خلاص انا غلياه من بالليل وقمت الصبح دفيته وعملته. خلاص باخد كده زي حوالي من ربع كوباية لبن أدوب فيهم الزبادي، وبعد كده هبتدي أنزل بعلبة الزبادي اللي دوبت فيها ربع كوباية لبن على بقية كمية اللبن. سهلة وبسيطة خالص، مفيهاش أي تكلف. هنا بقى علشان نجاح الزبادي، وانك انت لما تيجي تاكلي بالمعلقه كده ما تلاقيش فيها ميه او مسرسبه ميه كده، لازم تخفقيها جامد. ممكن الطريقه دي تعمليها بالمضرب زي ما انا بعمل، او ممكن تعمليها في شفشق الخلاط، في شفشق الكبه، في اي آلة كهربائيه عندك او جهاز كهربي. خلاص يا حبايبي، لو ما عندكيش بالمضرب الايد بس اضربي شويه حلوين، قلبي جامد، علشان النقطة دي هي اللي بتفرق في الزبادي، او الخطوة دي هي اللي بتفرق في الزبادي. هي دي اللي بتخلي لك الزبادي متماسك وما بيبقاش جواه مية لما تيجي ايه تاخدي بالمعلقة كده. تنسوش بقى نصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبضرب جامد الزبادي مع معلقة السكر مع اللبن الدافي، لازم اللبن يبقى دافي زي دمعة العين. خلاص يا حبايبي، تنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل اللي يشجعني. قناتي اسمها وصفة شيماء. يلا بقى خشوا كده اشتركوا، فعلوا الجرس كده، عايزة القناة تكبر بيكم. من زمان ما نزلتش وصفات لاني كنت مشغولة بالقناة الكبيرة. انا عندي قناة تانية اسمها من منزل شيماء، دي للروتينات اليومية. هنا بقى في خطوة مهمة في الزبادي، ان في رغاوي على وش اللبن. هبتدي ألمها كده، وهبتدي بقى ايه اصب الاطباق بتاعتي، الكوبايات، الحاجات اللي انا حابه اقدم فيها. خلاص يا حبايبي، لازم نلم الرغاوي اللي طلعت على وش اللبن. وهبتدي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي كده في كل حاجه بنعملها ونذكر ربنا ونستغفره كده ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اهم من اي حاجه. هبتدي بقى افرغ كده اللبن اللي فيه معلقة سكر على علبة زبادي واللبن دافي، وبقلبهم كلهم مع بعض زي ما وريتكم بالخطوات والتركات. خلاص يا حبايبي، هنا بقى قبل ما اعمل اي حاجة كنت مشغلة فرن البوتاجاز. خلاص شغلت فرن البوتاجاز وطفيته. اول ما خلصت صب كده او تبريك اللبن، طفيت البوتاجاز، فرن البوتاجاز شغلته اول ما ابتديت ان انا اعمل في الزبادي. ولما خلصت كده رحت مطفيه فرن البوتاجاز. طب انتي هتحطيه فين دلوقتي يا شيماء؟ هحطه في فرن البوتاجاز، هغطي عليه بصينيه عادي خالص اهو زي ما انتوا شايفين،
وهبتدي ادخله الفرن اللي انا شغلته سخنته وطفيته تاني. اوعي تسيب الفرن شغال، الفرن ببقى مسخناه ومطفياه. يلا بينا كده نروح على البوتاجاز. اللي حابب بقى يشوف زينة رمضان اللي علقتها عندي في المطبخ يدخل على قناة من منزل شيماء، هيلاقي روتينات جميلة وممتعة وفيها حاجات حلوة جدا. هنا بقى اهوت انا مسخنة الفرن، بس يا جماعة سخنت الفرن وطفيته خلاص يا حبايبي. هنا بقى تاني يوم، يعني ممكن تعملها من الصبح بالليل او من بالليل للصبح. هنا بقى انا كنت عاملاها بالليل، دي تاني يوم الصبح ما شاء الله دخلتها التلاجة وطلعتها. شايفين الجمال والحلاوة؟ الله تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. مين بقى هيقولي في التعليقات تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو؟ يلا بسرعة ادخلوا بقى اعملوا لايك كده وشيروا لأصدقائكم طريقة الزبادي، لأن علبة الزبادي ب4 جنيه. لما يبقى عدد أفراد أسرتك 5، ال4 في 5 ب20 جنيه، هتجيبي كل يوم ب20 جنيه زبادي للسحور؟ لا مش هينفع، احنا نجيبوا علبة واحدة ب4 جنيه نعملوا بيها الكمية دي، وان شاء الله بكره نعمله طازه تاني. هناخده واحده زياده، هي هنا في واحده زياده، انا عامله واحده زياده علشان ان شاء الله اعمل بيها بكره تاني اذا حيانا ربنا. خلاص يا حبايبي، يعني انت هتعملي مره واحده بس، هتشتري قصدي مره واحده بس وهتعملي على طول كل يوم ورا بعضه. نوفر كده يا حبايبي، وحاجه نظيفه وحاجه معموله في البيت بدون مواد حافظه. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ بصوا ناعمة، كريمة كريمة كريمة. بصوا بقى، ولا اللبن مسيل ولا فيها مية من جوه ولا الكلام ده. علشان ايه؟ علشان ضربناها بالمضرب جامد جدا. فين بقى اللايك والكومنت الجميل بتاعكم؟ متنسوش تشيروا لاصدقائكم وحبايبكم الروتين بتاعي او الوصفه بتاعتي. معلش عشان متعوده على كلمه روتين. الوصفه بتاعتي النهارده كانت الزبادي على طريقتي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدوا علينا وعليكم بخير. النهاردة أول يوم في السحور. مش عارفة الروتين ده هينزل لكم ليلة السحور أو تاني يوم اللي هو يوم الصيام. جربوها يلا، وأقول لكم مش هتندموا لو جربتوا الزبادي من عندي. دي طريقتي في الزبادي، على طول بعملها على طول للولاد. مستنية لايكاتكم وتعليقاتكم. أنا من زمان ما نزلتش على القناة دي، بس إن شاء الله بإذن الله هبتدي أنزل وصفات كده حتى يوم ويوم، علشان ان شاء الله القناة تكبر معاكم وبيكم. خلاص يا حبايبي، بقول لكم ما تنسوش اللايك يا حبايبي. تعالوا هنا كده تاني اوريكم. بصوا الزبادي، شايفين يا حبايبي التماسك ازاي؟ متماسكة ولا فيها مية ولا لبن من تحت، متماسكة 100%، وناعمة وكريمي كده زي ما تكوني بتاكلي حاجة زبدة كده. مستنيه بقى لايكاتكم واشتراكاتكم. حبيت كده بقى اوريكم الزبادي. هنا باخد لقطات بصور، فانا كنت فاكره ان الكاميرا مقفوله. مستنيه بقى لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله اللي زي العسل زيكم. بالله عليكم عايزين القناه دي تكبر بينا وبيكم. يلا بقى قومي جربي كده الزبادي على طريقتي، ان شاء الله هتعجبك. في وصفه شيماء النهارده هتعجبك في قناتي، وصفه شيماء. يلا ادخلي يلا بقى يا حبايبي كده قوموا بسرعة هاتوا كيلو لبن وجربوه، وان شاء الله هتنجح معاكم وربنا يحسن ما بين ايديكم. واقول لكم في رعاية الله ومع الف سلامة وباي باي. مستنية لايكاتكم وتعليقاتكم، ومستنياكم تشيروا الروتين ده لاصدقائكم وحبايبكم. واقول لكم مع السلامة وفي رعاية الله.